لنا هذه الزيارة لبلدنا الشقيق ولإخواتنا الأحبة في سوريا، وهذه إحدى مراحل هذه الجولة التي أردنا أن نقوم بها من أجل هذه القضية الخطيرة التي يعيشها إخواننا في غزة. وسنلقى إن شاء الله الرئيس بشار الأسد ونتحدث معه فيما يجب على قادة الأمة أن يقوموا به في هذه الفترة العصيبة. عسى أن نقوم ببعض الواجب علينا نحن نحو إخواننا، وما بيننا وبين سوريا يجعل زيارتنا لها أمرا يعني طبيعيا، وخصوصا في هذه المرحلة. فتحياتنا إلى الشعب السوري، وتحياتنا إلى القائد بشار الأسد، وتحياتنا إلى الحكومة وإلى الجميع. وأليس هذا هو القرضاوي في بيروت عام 2006؟ خاض لبنان حربا كان بحمد الله هو المنتصر فيها، المنتصر على ما يسمى القوة التي لا تقهر والشوكة التي لا تكسر، ولكن هذه الشوكة كسرت وهذه القوة قهرت أمام أبناء لبنان. أنا أقول أمام أبناء لبنان، وأنا أقصد حزب الله وأقصد من أيد حزب الله. السؤال الذي يطرح نفسه هو: كيف يرتضي القرضاوي لنفسه في عام 2011 التلاعب بدماء المسلمين الذي يفترض أنه يمثلهم جميعا؟ ولماذا ينقلب شخص بموقعه رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين على سوريا؟ ولماذا سوريا تحديدا والآن؟ الإجابة عن هذه الأسئلة سنأخذها من القرضاوي نفسه، ولكن خلال زيارته إلى سوريا عام 2004. الحمد لله الذي أرانا هذا البلد الحبيب، وأرانا أهله الذين غمرونا بالعواطف، عواطف الحب الخالص. حيثما حللت ورحلت وذهبت يحطون الناس بهذه العواطف ابتغاء وجه الله. لا أملك مالا ولا جاها، ويعني من القمة إلى القاعدة. حتى قابلنا الرئيس بشار الأسد بصدر رحب وقلب مفتوح وعقل متفتح، وتباحثنا معه في قضايا الأمة، وبقينا معه ما يقرب من الساعتين يعني، ونحن كأننا نتحدث في أسرة. فأود أن أحيي دمشق وأحيي سوريا وأحيي أهل سوريا جميعا، رئيسا وحكومة وشعبا، وأسأل الله أن يثبت سوريا، يثبت أقدامها على الحق. فقد وقفت مواقف طيبة في مجلس الأمن وفي كذا، في حرب العراق وفي أشياء كثيرة، ووقفت أمام التأله الأمريكي الذي يريد أن يفرض إرادته على الأمة ويغير هوية الأمة ويغير منظومة القيم فيها ويصلحها على هواه كما يريد. سوريا هي التي وقفت واستطاعت أن تقول لا، ولذلك قننوا لها القوانين من أجل عقوبتها وتأديبها. وإن شاء الله ستظل سوريا مرفوعة الرأس، قوية الأساس، ممكنة